طيب هنرجع لسؤالنا برضه، مين هو السبب الحقيقي ورا موت احمد رفعت؟ والاعمار بيد الله وكل حاجه، والموت بتاع ربنا، لكن كل حاجه ولها سبب. ناس كتيره وصفحات كتيره قالت لك سبب الضغوطات اللي اتحط فيها احمد رفعت اللي ادت لموته هو الكابتن احمد شوبير. هتيجي تبص لها من الناحيه الثانيه، الكابتن احمد شوبير في وقت ما كان بيموت احمد رفعت كان دايما بينزل بوستات دعم لاحمد رفعت. ده غير كمان لما مات احمد رفعت كابتن احمد شوبير فضل ينزل على الصفحه بتاعته ربنا يصبر اهله وحاجات زي اللي انتوا عارفينها. في الوقت ده كل الناس قالت لك في الكومنتات يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته. طيب نقطه احمد شوبير واحنا عارفين، لكن بقى احمد دياب، انا واحد من الناس وناس كتير ما كانتش تعرف احمد دياب. احمد دياب ده هو كان في فتره من فترات كان هو رئيس نادي فيوتشر. في الغالب ناس كتير ما كانتش تعرف مين هو احمد دياب غير بعد الحادثه بتاعه احمد رفعت. يظهر لك واحد ويقول لك ضميري فضل يأنبني وما كانش بيجي لي نوم وما كانش هيجي لي نوم لما كنتش عملت الموقف ده، وهو انه يظهر في لقاء مع ابراهيم فايق. الراجل ده وهو نادر شوقي، تمام، نادر شوقي يظهر لك وقال لك انا ما بخافش من حد وكده. طب انت ما بتخافش من حد، ما ذكرتش اسماء في الموضوع ليه وخلصت الناس؟ والمفروض ان هو ظاهر معاه علشان خاطر يرفع ايده من الموضوع ويرضي ضميره.